السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ حبايب قلبي طلبة تالتة اعدادي. بعد ما خلصنا الفيديو الاولاني بتاع الشرح والحل والتطبيق، النهارده ميعادنا بقى مع فيديو رايق هنحل على كل الوحدة الاولى وتمارين من كتاب تاني خالص مختلف غير الكتاب اللي شغالين معاه. عايزك بقى تركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايف كده هنبدأ شغل على ليسون 1 في يونت 1. My brother always works hard. أخويا دايما بيشتغل بجد عشان يحقق أهدافه في الحياة. In life he tries to be بيحاول دايما إن هو يكون about his abilities. بيحاول يكون confident، يكون واثق من قدراته. في نفس الوقت he tries، طبعا ده سؤال جديد خالص غير الأسئلة اللي أنت كنت متعود عليها في الإعدادي في تانية إعدادي. تمام؟ السؤال ده عبارة عن بيجي لك قطعة كده ويجي لك ليها شوية كلمات فوق وأنت بتختار الكلمة الصح. He tries to be confident about his abilities. في نفس الوقت he tries to his friend when they are in trouble. بيحاول ان هو يدعم اصحابه لما يكونوا في مشكلة. He has a strong، هو عنده ايه in being positive citizen. هو عنده belief in، يعني مؤمن جدا بالبوزيتيف citizen، يعني عنده اعتقاد انه لازم يكون مواطن صالح. That's why all my brother friends his behavior. عشان كده كل اصحابه بيقدروا طيبته ديت، يبقى value. انا the main and ديت هي الشخصيه الرئيسيه في القصه character. football is very، لعبه الكوره لعبه مشهوره جدا popular sport. a lot of students، الكثير من الطلبه بيحسوا بان هم ايه لما المدرس بيعطيهم واجب كتير، بيحسوا ان هم stressed. اخويا has strong، عنده ايمان قوي جدا بقدراته، هتبقى belief in. فريدة بتحاول ان هي تكون طيبة so she could fit in. تمام، يعني هي بتحاول ان هي تتأقلم مع اصحابها. the first step، اول خطوة عشان تحقق كل اهدافك. ركز معايا يا ولاد، وعايزك كده ايه، خليك ذكي. ارجع تاني لو انت ما عملتش الحتة دي، ارجع تاني كده وقف الصورة وحل لوحدك. خلي دايما جنبك ورقة حل فيها وبعد كده ارجع راجع معايا كل الحل اللي انت حليته. ركز معايا، حاول تستفاد. ده كتاب باين خالص ان هو كتاب مختلف خالص على اللي احنا شغالين منه. اول خطوه عشان تحقق اهدافك انك يكون عندك ثقه بنفسك confidence. summer camps، معسكرات الصيف are the time، هي وقت لي and shaping characters for many students، وقت لي استكشاف النفس self discovery. إذ where someone comes from، المكان اللي انت جاي منه هو الباك جراوند، الخلفيه. don't let، اوعى تسيب، let يعني تسمح، اوعى تسيب الاثار السلبيه تمنعك. كلمه نيجاتيف هنا كلمه سلبي انتم، واحنا عارفين ان الانتم يعني عكس كلمه نيجاتيف هي بوزيتيف. the simple question، سؤال سهل جدا. تمام، it is easy. نكمل. self discovery، اكتشاف النفس، هي عباره عن قراءه لفصل جديد في كتاب. You never know what you will find out about yourself. عمرك او انت هتلاقي وهتكتشف حاجات كتير عن نفسك. Once I joined، مجرد ما انضميت لسكول A in drawing، مسابقة المدرسة في الرسم. And I felt nervous، حسيت بالتوتر في الأول، ولكن with practice، مع التدريب and support، ومع التدعيم from my parents، من والدي. I gained، حصلت على مهارات كتير، بجانب ان انا بدأت احس ان انا عندي ثقة بنفسي felt confidence. I have learned، اتعلمت ان انا عندي special qualities، مميزات كتير since I joined، من ساعة ما انضميت للبطولة دي. exploring your، وكمان بتكتشف بيها شخصيتك اللي هي your personality. دكتور مجدي يعقوب درس الطب، he wanted to be heart، كان عايز يكون جراح في القلب. my uncle did، هنا عمي مات من مرض بالقلب، يبقى from. teacher had a big، المدرسين بيكون ليهم تأثير كبير جدا. كلمة influence هنا بتساوي يا ولاد كلمة effect اللي هي بمعنى تأثير. في سيوة الناس بتلبس هدوم تقليدية ذات شو، اللي بتبين اللوكال identity، الهوية المحلية بتاعتهم.
الصحاب الكويسين دايما بيدعموا بعض وبيقفوا جنب بعض سبورت. اوعى تنسى تكون ان انت بتوقف وبتحل لوحدك. ركز معايا. you must لازم ان انت your problems and try لازم تواجه مشاكلك. face at the book في الكتاب او في معرض الكتاب. fair my grandfather جدي له الكثير من التجارب الحياتية في الحياة. experiences you need to be محتاج ان انت تكون واثق من نفسك وانت بتعمل interview. we all have كلنا عندنا اهداف personal شخصية. عايزين نضيف suffix وقلنا suffix دي يعني حروف في الاخر. ايه الحروف اللي ضافت الى كلمة personal؟ هتبقى personality عشان يبقى معناها شخصية الفرد. طيب نبدأ نحل بقى شوية جرامر كده. طيب I have already كلنا عارفين مراجعة سريعة كده المضارع التام. تعالى معايا. المضارع التام ده بيتكون من have جدع قول معايا وهاز وتصريف ثالث. ولو عايزا في المضارع التام بيبقى haven't وhasn't زائد التصريف الثالث. برافو عليك. ده جملة مثبتة وده جملة ايه؟ جدع منفية. ولو عايز اعمل سؤال ادي الاداة وهاف وهاز زائد فاعل وتصريف ايه؟ تالت. ادي التلات اشكال. الشكل الرابع وهي لو الجملة بدأت بمفعول في المضارع التام بستخدم هاف وهاز زائد بين وتصريف تالت. تمام؟ الجملة المثبتة والجملة المنفية والسؤال والمبني المجهول. وقلنا مبني المجهول يعني جملة بتبدأ بالمفعول. المفعول ده هو الحاجة اللي اتعملت واتصلحت واتصنعت واتشاهدت والبلد اللي اتزارت والمكان اللي اتزار والحاجات دي كلها. وعشان اجيب الكلمات الدالة مراجعة كده just وalready ونيفر وايفر. كل دول يا ولاد كلهم بيجوا في نص الجملة المثبتة ما عدا already ممكن تيجي كمان في اخر الجملة المثبتة وايفر دي بتيجي في نص الايه؟ السؤال. عندك بعد كده كلمة يت دي بتيجي في آخر الجملة المنفية وآخر السؤال. تمام؟ راجعة سريعة كده على زمن المضارع التام. يلا يا باشا راجع معايا بقى واشتغل معايا. I have already مادام في have يبقى لازم تجيب تصريف ثالث اللي هو كلمة done. اوعى تقلق the problem has برضو محتاج تصريف ثالث. المشكلة اتحلت. المشكلة هنا يا ولاد مفعول. صح هي المشكله بتحل؟ لا يا عم المشكله بتتحل. يبقى هاز بين ايه؟ سولفد. الحكومه هنا هي اللي بنت يبقى هاز بيلت. العربيه هنا انا عندي يت اللي بتيجي في اخر الجمله المنفيه. صح. طب والعربيه هنا بتصلح؟ لا ده العربيه هنا مفعول يا اولاد. يبقى لازم اختار هاز بين ريبيرد. طيب I miss you so much انت وحشني جدا. I haven't seen you أنا ما شفتكش بقالي لمدة 5 سنين. 4 لأن 4 لازم يجي بعدها المدة. أما since بيجي بعدها السنة واليوم والشهر والساعة. ومنساش إن since معاها كلمة last. since دايما بعدها بداية الحدث. الحدث كانت بدايته إمتى؟ ده كلمة since. الحدث خد وقت قد إيه لحد ما خلص؟ ده كلمة 4. وهنا مدة اهو يبقى 4. طيب اختي هنا درست فرنساوي since she. بص يا ولاد since لو عايز اجيب بعدها جمله لازم تكون جمله في زمن الماضي البسيط. معلومه مهمه جدا واول مره تيجي. since لازم يجي بعدها ماضي بسيط يبقى was. اكتبها معايا يلا اكتبها اهي. since بيجي قبلها مضارع تام عشان بيدل على المضارع التام وثابت بعدها ماضي بسيط. ماضي ايه؟ بسيط. ادي قاعده سنس. اكتبها معايا كده. اكتبها معايا واكتبها ورايا في الورقه اللي انت حاططها جنبك. علي فرحان لانه فاز بالبطوله يبقى هاز وون. ذا تيكتس التذاكر بتبيع ولا
ولا بتتباع؟ طبعا التذاكر اتباعت، يبقى have been bought. I haven't heard، انا ما سمعتش. عندي since في النص، قلنا since بيجي قبلها مضارع تام، ولو جاي بعدها بتكون جمله في الماضي الايه البسيط، يبقى went تاني مره تتكرر. have you done، هل انت عملت واجبك لوحدك؟ بص كلمه I can't believe انا مش مصدقك، ولو السؤال فيه جزء من الاستغراب او التعجب او الننا والدهشه، لازم استخدم كلمه already في اخر السؤال. معلومتين جداد ما اتقالوش قبل كده، ودي فايده انك تحل من اكتر من كتاب. طيب نكتبها. بص يا باشا، اي معلومه نشرحها جنبها هنا. already ده اهي تيجي في اخر السؤال لو في تعجب، لو الجمله فيها ايه؟ فيها تعجب. خلاص، لو الجمله فيها تعجب لازم اوريدي تيجي في اخر السؤال. يعني اي جمله فيها I can't believe، you are wonderful، you are amazing، اي صيغه فيها تعجب وانت مش مصدق لازم تستخدم فيها كلمه ايه؟ already. حلوه الجمله دي، اول مره تيجي. قاعدتين كده جداد، since بعدها ماضي بسيط، اوريدي في اخر السؤال لو في تعجب. طيب نهى راحت حديقة الحيوان since 3 o'clock and still there، وما زالت هناك. مادام هي لسه ما رجعتش يبقى has gone to، مادام لسه ما رجعتش يبقى has gone to. تعالى برضو نكتب المعلومة دي عشان مهمة قوي. بص يا حبيبي، have و has been to معناها راح مكان ورجع، تمام. اما have و has gone to راح ولسه ما جاش، ودي دايما بيجي معاها كلمة still there، ما زال هناك. 3 معلومات روعة. يبقى since بعدها ماضي بسيط، اوريدي في اخر السؤال لو في تعجب جدع اللي بتقول معايا have و has been to راح ورجع، have و has gone to راح ولسه ايه؟ ما رجعش. طيب ما دام جاب لي كلمة still there لسه هناك يعني لسه ما رجعش. انا فقدت مفاتيحي have lost. have you طبعا هنا لازم احط ever. no I have never، ما دام في no يبقى no I have never been there، يبقى ever و never. this is the first time، دي اول مره we have ever seen. كلمه this is the first time دايما معاها كلمه ever. اكتبها لنا يا مستر، الجمله اللي تبدا بكلمه it is the first time اهو بيجي معاها في الجمله بتاعتها ايه؟ ever. تمام. دي المعلومه رقم 1 2 3 4، 4 معلومات وهجمعهم لك كلهم في الاخر. تابع معايا. I haven't seen مازن. انا عندي جمله في زمن الماضي البسيط. ما دام عندي جمله في زمن الماضي البسيط وعندي هنا مضارع تام جدع، يبقى على طول لازم استخدم كلمه ايه؟ since. اي جمله في الاول مضارع تام وبعدها ماضي بسيط يبقى since. لسه ما خلصناش، قصه جامده النهارده. طيب ركز معايا. محمد hasn't لازم يجي بعدها تصريف ثالث، فهتبقى التصريف الثالث من have had. عندي هنا 2 years ودي مده، فلازم استخدم معاها كلمه for. رانيا عندي اوريدي بتدل على المضارع التام، يعني لازم الفعل اخليه مضارع تام. اوعى تكون ما بتاخدش هنا، ما بتوقفش وتحل لوحدك وبتسمع بس، حاول تحل. يبقى has attended. he hasn't gone to cinema، هو ما راحش السينما since منذ رأس السنة. have they ده سؤال، واللي بتيجي في السؤال كلمة ever جدع. دينا hasn't seen ده جملة منفية، في الآخر لازم نجيب كلمة yet. the new car العربية هنا بتسرق ولا بتتسرق؟ بتتسرق، يبقى has been stolen. we have lived احنا عشنا في هذا البيت. مضارع تام ماضي بسيط
خلاص اتحفظت، يبقى كلمة ايه؟ since. امجد هاز هنا جو he hasn't come back. يعني ايه hasn't come back؟ لسه ما رجعش. ما دام لسه ما رجعش، احنا قلنا ما دام راح ولسه ما رجعش يبقى has gone to. is that the best pizza؟ ده افضل بيتزا you have. you have ايه؟ ها؟ بقول لك هل دي افضل بيتزا you have ever eaten؟ ليه؟ عشان كلمة ذا بيست بيتزا، لأن الجملة اللي فيها صيغة تفضيل نكتبها. يلا نكتبها، مهمة. احنا خدنا حاجتين كده مع ايفر، it is the first time وصيغة تفضيل. أي جملة فيها صيغة تفضيل بيجي معاها كلمة ايه؟ ايفر، زي كلمة it is the first time. ماشي، ركز معايا كده. يلا يا باشا. بيقول لك I haven't tried Chinese food. أنا ما جربتش الطعام الصيني قبل كده. يبقى but I، ولكن I haven't tried، عشان هنا يت في جمله منفيه. هاو مين كم عدد المرات اللي انت في هنا مضارع تام، خلاص يبقى since على طول، منذ. he hasn't able to work، جمله منفيه في الاخر كلمه yet. هنا عندي for ومده، خلاص يبقى we have lived. have you سؤال، يبقى في النص كلمه ever. we haven't met since عشان بيجي بعدها last September. they have known each other، كلمة long time يا ولاد دايما معاها كلمة ايه؟ for، وهنكتبها نوت هنا اهو اهي، for مع كلمة long time. دي المعلومة رقم 6. since بعدها ماضي بسيط اوريدي في اخر السؤال لو في تعجب. have و has been to راح ورجع، gone to لسه ما رجعش. it is the first time معاها ever. صيغة تفضيل the best أو the tallest برضو معاها ever. long time معاها كلمة for. وقف واكتبهم ورايا، اكتبهم ورايا. طيب سؤال find the mistake، أوجد الخطأ. سؤال حلو. الموفي هنا مفرد، فبدل have هتبقى has. هنا has معاها تصريف ثالث بدل so تبقى سين. وقف وحل لوحدك. lunch hasn't cooked، الغدا هنا بيطبخ مش بيطبخ، يبقى hasn't been cooked. we has gone to the market، احنا هنا جمع يبقى have. she have برضو هنا مفرد يبقى have has. she has supported، هي بتدعم يبقى has been supported. طيب حل شوية كلمات تاني يلا. ندى طالبة كويسة على الرغم ان هي واجهت تحديات كتير. تمام. she remained، هي فضلت ايه؟ strong، قوية. in achieving، في تحقيق أهدافها. she had been working hard، فضلت تشتغل بجد منذ بداية المدرسة since. بعد كده and how she thought about her، وبدأت تدور هي في عيوبها بدل ما تخفيها imperfections. بعد كده أثناء her presentation، أثناء البرزنتيشن بتاعتها she impressed، هي أبهرت كل الناس عن طريق confidently saw her slides، هتبقى flipping يعني أداة العرض بتاعتها. الطلبة في حصة الرسم practice drawing portrait، بيتدربوا. نادين was free، عايزة تعرف كل حاجة يبقى curious. لو قرأت التعليمات instructions بسرعة you might get، ممكن تبقى confused، مرتبك وغلطان. لما الأضواء كلها بتختفي فجأة، أخويا الصغير بدأ إن هو بانيك، يترعب. أحمد is new to different school، جديد على مدرسة مختلفة. he is trying، بيحاول إن هو adjust، تمام، بيحاول يظبط ويعدل ويتكيف مع، تساوي كلمة adapt. أنا بذاكر كل يوم عشان أحسن الإنجليزي بتاعي. المرادف لكلمة improve يحسن هي كلمة develop. أخويا هنا ماله that he makes new friends، بيكون صداقات في أي مكان يروحها، يبقى هو شخص outgoing. بلو الأزرق هو لوني المفضل. we add the suffix، إيه السفكس اللي نضيفه لكلمة color؟ قلنا suffix حروف في الآخر، يبقى colorful. جدع يا اللي بتحل معايا، شاطر.
بعد يوم طويل في المدرسة ماي سوفت بيد، سريري الطري ده بيكون مصدر للراحة، كومفورت. تو فيل عشان تحس بإيه؟ فأنت متأكد من قدراتك، كونفيدنت. أنا مش بحل بسرعة، أنت وقف وحل لوحدك وراجع معايا بقى الحل. غلطان في حاجة ومحتاج تفهم حاجة، لو أنا ما ترجمتهاش وما فهمتلكاش في الحصة اللي جاية فهمني، تمام؟ أو شوف الطريقة اللي ممكن توصلي عايز تفهم بيها وأنا أعملها لك، تحت أمرك. وي شود ريسبكت، لازم نحترم كل الناس، تمام؟ I read interesting article. I have read، أنا قرأت an interesting article about that. People are، الناس إيه؟ in how they look، الناس بتكون different، مختلفة. in how they look we speak or live. احترم means listening، being إنك تكون كمان kind and not judging، اوعى تحكم على الآخرين. when we، لما إيه؟ we help bit. when we accept others we help، لما بنقبل الآخرين يبقى احنا كده بنبني ثقة ما بينهم، accept. طيب مش سايبين درس ما حليناش عليه. when discussing، اثناء المناقشه في عادات العائله، الولاد were taught، كانوا بيدرس لهم ان هم differences with، يعني يتقبلوا الاختلافات بادب. فريده حست ان هي سعيده her sister for her sister، سعيده عشان اختها. the sports coach، مدرب الرياضه، استخدم positive words، كلمات ايجابيه عشان يبني، تمام، each child self respect، عشان يبين للناس احترامه. مستر عادل هو دايما بيساعد الناس، يبقى supportive، شخص مدعم للناس. I can tell you from أحمد body language، أقدر أقول لك من طريقة كلام أحمد. وليد بيقول إن الآي كونتاكت، الاتصال بالعين، لما مي انضمت للكلاس the other children، الولاد كلهم made her feel accepted، خلوها تحس. we told كادي to act with، تتصرف أو تتعامل مع باحترام. the art teacher، مدرس الفن هنا told سيف، قال للسيف إن هو he should himself even he is drawing don't look good، إن هو accept himself يعني قبله، يعني على الرغم ان رسمته ما كانتش حلوه. كده يبقى احنا راجعنا الوحده كلها من كتاب مختلف، تمارين كتير، الجرامر كتير، وراجعنا الجرامر وراجعنا كل كلمات الدروس وحلينا عليها اكتر من سؤال. كده يكون وصلنا لنهايه الحصه بتاعتنا الاسبوعيه. ان شاء الله ما تتقطعش، ان شاء الله تفضل مستمره. كل ويك اند، كل خميس او جمعه هينزل لك حصه، يا شرح يا حل يا تطبيق بامر الله. كده يكون خلصنا الوحدة الأولى كلها، قسمناها على مرتين، مرة شرح القاعدة بالتطبيق عليها بالحل عليها، والمرة اللي بعدها حلينا تمرين على الوحدة كلها. مع السلامة.